يا مرحبا فيكم من حاص الصمود، القرية يلي انكتب فيها أبشع القصص، يلي هي مجزرة الأقلام، مدرسة صغيرة مليانة أطفال وأحلام بسيطة تحولت بلحظة لمكان مليان دم وأسى. أرواح بريئة راحت بسبب قصف همجي ما رحم لا كبير ولا صغير، واليوم الدمار مغطي القرية بالكامل وأهلها ما زالوا مشردين بالخيام. كل واحد فيهم حامل وجع الفقد والتهجير. حاس الصمود ما رح تنسى أبداً دموع الأمهات ولا صرخات الأطفال. وبالرغم من كل شيء لسه الحنين بيكبر والأمل موجود إنه بيوم من هالأيام حترجع هالقرية وتتزين بأهلها وناسها. خلونا نكون صوتهم، خلونا ننقل وجعهم لحتى نخلص من الخيام وترجع هاي الأهالي لبيوتها.